تاكل عيديها وزي الباس عروسها. يا زاير البلادي هيا تعالوا نشوف جدودها فيها سلاحات تقليدية توريك مفيدها في طول السوق الشاشية ومذهب قصر سعيدها وزربية بنت القروية وهدايا حمسيدها. الله الله عليك يا بقاسم عبد اللطيف، الله الله عليك. كل موضوع يتحدث فيه بقاسم عبد اللطيف لما لا وهو من كحول الشعر في جهتنا وفي بلادنا، بشانه وشان توفيق الصغير وشان جمال الصليعي وغيرهم المعذرة إن لم أذكر الكل. هذا العرس التقليدي، لاحظوا هذا التناسق، الفرقة الشعبية، الأزياء التقليدية، البنات بالحلي والفرسان يحمون الهودج. اليوم الرابع هو يوم الجحفة عندنا، اليوم الرابع هو يوم الجحفة واليوم الأخير في العرس. نعم لأن المهرجان 4 أيام وهذا نزيد نذكر به، اختير لأن عرس دوز هو 4 أيام، العرس بدوز 4 أيام. عندنا يوم البدو، يوم الرمي، ويوم النجمة، واليوم الجحفة اليوم الرابع. أي نعم، 4 أيام المهرجان. Nous vivons le 4e ou la 4e journée, le 4e jour du mariage. Le 4e jour, c'est le dernier jour. Et ici, le mariage se fait en 4 jours. Ben, nous voilà avec les cavaliers, tout le monde est là. Les invités sont là et la fête continue, mesdames et messieurs. La Jahfa continue à avancer tout doucement avec la mariée. Et les cavaliers sont tous derrière. Alors, on les compte par centaines. Ils sont nombreux, les éleveurs du cheval ici. Et ben oui, il y a plein de chevaux, du pur sang arabe, du demi-sang et du cheval barbe qui est originaire de l'Afrique du Nord. عند انطلاق المهرجان، وهذا نقول التاريخ، كان في دوز حصان واحد، فرس واحد، مالك واحد للخير. اليوم تبارك الله شوفوا ما زال هذه جمعيات من دوز ومن الحامة ومن سوق لحد ومن غيرها، معناها مئات في دوز. المهرجان اعاد للخيال الاعتبار بتاعه، وهذا فخرنا ايضا. نقول هذا للتاريخ والاعتزاز.